اختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية وديا غدا الأحد على ملعب بارماتا في مدينة سيدني ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2015. وأجرى المدرب الأخضر الروماني كوزمين أولاريو حصة تدريبية بحضور رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد، حيث انخرط محمد السهلاوي في التدريبات بعد شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها البارحة، بينما وصل الثنائي تيسير الجاسم ومعتز هوساوي غيابهما عن التدريبات الجماعية. هذه المباراة هي الودية الثانية بعد الأولى التي خسرها المنتخب السعودي أمام البحرين ب4 أهداف مقابل هدف واحد يوم الثلاثاء الماضي. زي ما تشوف المباريات الودية دائما يخوض فيها أكثر المدربين، يعني عدة تجارب أو عدة خطط وتجربة لعيبة، خاصة من مدرب يعني جديد معنا. فإحنا نقول إن شاء الله خطوة، إن شاء الله نعدل أخطائنا إن شاء الله من المباراة اللي راحت ونعدلها في مباراة كوريا بإذن الله، نستفيد إن شاء الله من المباراتين هذه للاستحقاق القادم اللي هو بطولة كأس آسيا إن شاء الله. كابتن ما شاء الله كان مستواك جدا مميز في مباراة البحرين الماضية، قدرت تستوعب تكتيك كوزمين واللي يطلبه منك كوزمين؟ والله شوف، ممكن في فترات بعض المباريات يعني صراحة كنا كويسين تكتيكيا داخل الملعب، فهو المشكلة بعد كانت أخطاء يعني فردية بسيطة من اللعيبة هو اللي أثر علينا بالنتيجة، لكن إن شاء الله بإذن الله من مباراة لمباراة إن شاء الله نكون كلنا إن شاء الله على قد مسؤولية كاملة في طول المباراة إن شاء الله. نفى عضو اللجنة المنظمة لكأس آسيا ياسر المسحل الأنباء التي تحدثت عن عزم الاتحاد القاري نقل عقوبة ناصر الشمراني من دوري الأبطال للأندية إلى منافسة كأس القارة للمنتخبات. وبحكم وجودك في اللجنة المنظمة للبطولة بودنا نسألك، ترددت أنباء عن احتمالية نقل عقوبة ناصر الشمراني بالحرمان 8 مباريات إلى المنتخب ويحرم من تمثيل المنتخب في البطولة. لا غير صحيح، العقوبة 8 مباريات فقط في مشاركات الأندية، وطبعا الهلال قدم استئناف والى الان ما صدر قرار الاستئناف، ولكن لن تنتقل العقوبة إلى المنتخب نهائيا. فيما يخص موضوع المترجم، بحكم ايضا وجودك في اللجنه المنظمه، هل كان يعني من جهتكم تدخل لانقاذ يعني الوضع في المنتخب واستخراج فيزا للمترجم؟ الاخوان في الاداره المنتخب بلغوني امس، واليوم الصباح كان طرح الامر، طرحته انا في الاجتماع الصباحي اليوم مع الجهه المنظم من الجانب الاسترالي. رفعوا الموضوع استفسار لوزاره الخارجيه، وجاءهم رد انه يوم الاحد راح يجيهم الرد النهائي من القنصلية الأسترالية في دبي، بحكم أنه المترجم مقدم عند دبي. متفائلين خير إن شاء الله. هي يعني كان في كذا شخص، مش فقط المترجم، بعض الجنسيات إجراءات وزارة الخارجية الأسترالية تأخذ وقت، وخاصة أنه التقديم كان شوي متأخر وكان صادف وقت أعياد. أنا حقيقة مهمي كأوبزرفر أو خلينا نقول كمراقب، حكون مرافق لمدير البطولة بشكل كامل تقريبا. احنا بدينا الان طبعا سووني نوع من الاورينتيشن او تعريف ب يعني الادوار الرئيسيه. يوميا من الصباح ندخل في اجتماعات مكثفه وفي صراحه استعدادات كبيره. بعدها ان شاء الله بعد بكره حنبدا زياره الملاعب، الزياره اللي هي التفقد النهائي. ومن بدايه البطوله او خلينا نقول قبل كل مباراه في بعض المباريات حيكون مرافق للجنرال كونزريتور اللي هو المنسق العام، اللي هو زي ما تقول المسؤول الاول عن المباراه. حكون مرافق له، يعني في طبعا اجراءات كثيره. يعني صراحه انا تفاجات بحجم التنظيم الكبير، واتوقع انه البطوله ان شاء الله حتكون ناجحه تنظيميا.